نلقاكم على خير يا ابطال، واحنا واثقين فيكم وعارفين والله ان انتوا قد الثقه. والفتره اللي جايه انا عايزك يبقى بتتسم بشعورين ضد بعض. الشعور الاول، انت بتبذل اقصى طاقه عندك. الشعور الثاني، حط مشاعرك في الثلاجه. الدنيا هتولع مش مهم، الدنيا هتولع مش مهم، يا نهار ابيض ده احنا هنخش الامتحان مش مهم، الدنيا تولع. بس في نفس الوقت انا ببذل اقصى طاقه عندي. لو عرفت يا صديقي تتسم بهذين الشعورين مع بعض، انت كده اخدت جوامع او نقاط القوه بتاعت النجاح. اللي هو انا ببذل مجهود بس في نفس الوقت عارف النتائج مش بتاعتي، فشعوري يا باشا ربنا مش هيضيعني، ربنا مش هيضيعني يقينا مش كلاما، يقينا. عارف اللي هو لن يضيعنا الله يقينا، يقينا بيقين النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الغار مع سيدنا ابو بكر. وسيدنا ابو بكر الغار ليه فتحه كده زي فوق زي الشباك، وهم في الغار من تحت، وواحد من المشركين واقف رجليه باينه، رجليه باينه لدرجه مش رجليه اللي هو الجزء ده، رجليه باينه لدرجه انه ابو بكر شايفه، بيبص له من تحت كده شايفه. فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، لو حد بص كده هيشوفنا. النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه بيقين، ما بالك باثنين الله ثالثهما. لن يضيعنا الله يقينا، لن يضيعنا الله. بس في نفس الوقت ما اقولش كده وانا نايم على السرير. اعمل ايه؟ انا ببذل وفي نفس الوقت مشاعري في الثلاجه، دنيا بتتقلب حواليا وانا ماليش فيه. وكل تركيزي في الفتره دي انا بتعلم فين اخطائي، بتعلم فين مشاكلي، مش بقيم نفسي، مش بتحدى نفسي. اتفقنا يا سيدنا؟ ونلقاكم على خير دايما موفقين ومسددين. مجانا ركز في الكلام ده اللهم كويس جدا جدا جدا. سلم امرك لله، بمعنى ان انت اعمل اللي عليك وبجد مالكش دعوه باللي جاي. في يا جماعه مشكله منطقيه بتقابل الناس كده، يعني مشكله في التفكير بتقابل الناس، اللي هو انا ممكن اشتغل واذاكر واجتهد وفي الاخر ربنا ما يدينيش حاجه، وفي الاخر ما اوصلش لحلمي، وفي الاخر ما يحصليش اي حاجه. بص هقول لك على جمله هتريحك جدا بس حاول تفهمها معايا كويس. الاحتجاج بالقدر بعد وقوعه ايمان، وقبل وقوعه رعونه. بمعنى انا حصل لي حاجه وحشه، خلاص الحمد لله انا راضي، انا كده يعني راضي بالقدر بعد ما حصل. ده ايمان وتسليم لربنا سبحانه وتعالى ان هو اللي مدبر الامر، وان اللي حصل ده خير بالنسبه لك. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني لو لا قدر الله مشيت في السكه بتاعتك واجتهدت وعملت اللي عليك وما جبتش مجموع، ساعتها بقى لما ترضى بالرزق ده الايمان. ولكن لو انت قبل ما تخش الامتحانات انا كده مش هجيب مجموع، انا كده مش هوصل، انا كده مش هحبب اي حاجه في حياتي، واكتئاب للصبح، ده بقى رعونه، يعني حماقه، يعني تهور، يعني كلام بدون حكمه، يعني عكس التفكير السليم، عكس الفطره. فما تعملش كده يا صديقي الجميل.